هل الحسين يسمعنا الآن إذا قلنا يا حسين؟ الإمام الحسين سلام الله عليه. نعم، أشعر أنك تلحس في الآيس كريم فتنشغل في الرد علي. يعني نعم، الإمام الحسين حينما أقول يا حسين هل هو يسمعني الآن؟ نعم يسمعني. يسمعنا جميعا سبحان الله. يعني لو أنا في بيتي وأنت في الحديقة تأكل آيس كريم وفلان في إفريقيا وفلان في النرويج يسمع الإمام الحسين جميع الأصوات. سبحان الله. الشهداء ليسوا أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. عند ربهم وليسوا عندنا نحن. والله قال يرزقون ولم يقل يرزقون، فهم أحياء عند ربهم يرزقون. كما نقول فلان عند رامي يأكل، فهو عند رامي وبيأكل، لا يعرف المطاعم الباقية لأنه هو عند رامي. فهذا والله المثل الأعلى. الحسين شهيد عند ربه يرزق هناك، وليس عندنا هنا. هذه حياة الدنيا، الحسين حياة البرزخ يا ولدي. هل الحسين يسمعنا جميعا لو كلنا قلنا في صوت واحد يا حسين يا أبا عبد الله؟ يسمعنا جميعا؟ يسمعنا إيه؟ ويفهم جميع لغاتنا؟ ويفهم جميع لغتنا. ويعرف ما في قلوبنا ما نريد أن نطلبه؟ نعم. والله أنت راجل كاف. والله يا ولدي هذا أنت يا ولدي، والله لعلك زنديق أو لا تعلم. يا ولدي هذه صفات الله الذي يسمع جميع الأصوات على مختلف اللغات في تفنن طلب الحاجات. هو الله. أجعلت الحسين ندا لله؟ ارمي الزفت الآيس كريم اللي في ايدك ده ورد عليا. أجعلت الحسين عنب. تاكل عنب؟ اي. طب سيب العنب دلوقتي وركز معايا. أجعلت الحسين تضحك. أجعلت الحسين شريكا لله؟ والله مولاي استغفر الله. هاي وياك سيد محمود. لا أنا يا سيد محمود أنا لا أقبل حتى يأتي يقبل يدي. أنا هذا تعبني كثيرا صديقك هذا يا سيد محمود. يا سيد محمود يمي إذا تريد تناقش وياه. نعم يا سيد محمود تسمعني؟ هرب سيد محمود اللي هو كل اللي اسمهم محمود متعبين كده بجد. ايه يا محمود قفلت ليه؟ قفلت ليه يا محمود؟ شفتوا الشرك وصل لماذا ايها الاكارم؟ طلب فزعه وفي الاخر تهرب. طلب فزعه من محمود وما لقيتش الا محمود. ده كل اللي اعرفهم اسمهم محمود متعبين. طلب فزعه وفي الاخر تهرب وما عرفش يجاوب وقال لك باكل عنب وخد بعضه ومشي. حسبنا الله ونعم الوكيل. الشرك ايها الاكارم ان الله لا يغفر ان يشرك به. الله يحذر النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لئن اشركت ليحبطن عملك. لئن اشركت. ومن ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحبط العمل. فما بالك هؤلاء يقولون الحسين ويبقى نايم في البيت بطنه بتعوره ولا اي حته في جسمه تعوره يقول يا حسين اشفيني. خلاص لا يعرفون الله. حتى التربه كاتبين عليها يا حسين وياخدوها في جيوبهم ورايحين في كل مكان. لذلك ايها الاكارم احنا ما بنقول هنا ما ينفعش نسيب دول. والله حتى لو هنتعرض للخطر ما ينفعش نسيب الناس دي كده. والله لازم نعلمهم يا اخوه. لازم الناس بيفكرونا بمشركو قريش ورب الكعبه. ده انا بقول له سبحان الله فكرتك نفس فكره ابو جهل وابو لهب. بيقول لي الحمد لله فرحان مفكرني بثني عليه. فالناس دي فعلا لازم ان احنا ناخد بايديهم الى الحق وندعوهم ونسال ان يهديهم ويشفي